عمرك ما هتبص لصفحه 404 ايرور بنفس الطريقه غير لما تعرف ان الهاكر استخدموها ازاي علشان يسرقوا الناس. مساء الكريستال، عصابه هاكرز عالميه اسمها ميجي كارد دوخت انظمه الحمايه في العالم كله. قدروا يسرقوا بيانات كروت ائتمان من مواقع تسوق عملاقه من غير انتي فيروس يحس، ولا سكيورتي سكانر يطلع انذار، ولا اي سيستم يلقطهم. بس ازاي قدروا يخترقوا مواقع متامنه ويسرقوا الناس والسيستم نايم على ودانه؟ بص هسالك سؤال اجابته لا. لو انت مصري اصيل ومعاك حتتين دهب عايز تخبيهم هتحطهم في الخزنه؟ لا. ليه؟ علشان ده اول مكان الحرامي هيدور فيه. انت هتفكر بطريقه اذكى شويه، هتخبيهم في اوضه الكراكيب المهجوره اللي في البدروم، المكان اللي محدش بيبص فيه اصلا وعليه تراب من ايام الفراعنه تقريبا. وده بالظبط اللي الهاكرز عملوه. اوضه الكراكيب دي في المواقع كانت صفحه ايرور 404. الهاكرز اكتشفوا ان بعض انظمه الحمايه بتعتبر صفحات 404 ايرور دي صفحات ميته، فما بتفحصهاش بنفس التدقيق، فبداوا يزرعوا الاكواد الخبيثه جواه. واول ما تدخل تدفع بالفيزا الكود يشتغل بهدوء في الخلفيه، يسحب بيانات الكارت ويبعتها لسيرفر الهاكر وانت ولا حاسس باي حاجه. والمرعب اكتر ان الموقع نفسه ممكن يفضل شهور مش واخد باله ان في تسريب اصلا. لو عايز تحمي نفسك من النوع ده من الهجمات استخدم بطاقات افتراضيه في الشراء الاونلاين. ولو عايز تعرف تعملها ازاي اكتب لي لينك في الكومنتس وابعت لك التفاصيل كلها.